السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. وصفة النهاردة غير وصفة تحدي بجد، لما هتجربوها مش هتبطلوا تعملوها من حلاوتها وجمالها. وصفة اقتصادية لا محتاجين فيها لا لحمة ولا فراخ، والنتيجة مبهرة. هنعمل مع بعض الفطيرة القمر دي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. مقاديرنا لفة من الجلاش، وكمان عندنا ربع كيلو من الفلفل الرومي الألوان، مش هنحتاجه كله. عندنا كمان زيتون مخلي، عندنا جبنة رومي مبشورة، وعندنا والتركاية المهمة في الوصفة دي مقدار معلقتين من السمنة المذابة عليهم معلقتين من القشطة. هندوبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. وعندنا كوباية من الحليب، كوباية صغيرة من الحليب، مش هنحتاجها كلها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الطريقة. أنا هعمل الوصفة النهاردة في الطبق القمر ده اللي كنت جايباه للبيتزا، الطبق البورسلين ده. تقدري تعمليه في أي صينية عندك. هبتدي أحط ورقة من ورقات الجلاش وهدهنها زي ما انتوا شايفين، وهعملها قبطانة للطبق أو للصينية. وبعد كده هنبتدي نحط طبقات الجلاش بتاعتنا ورقة ورقة. بنحط نص الورقة جوه الطبق أو الصينية والنص التاني براها. والتركاية دي علشان لما تيجوا تقفلوا الفطيرة تتقفل معاكم والحشوات بتاعتها ما تخرجش بره. زي ما انتوا شايفين الوصفة ولا أسهل من كده. عايزة أقول لكم كمان، إذا ما كانش متاح عندنا أي حشوات وحابين نعمل حاجة لطيفة كده للولاد سواء في الفطار أو في العشاء، نقدر نجيب لفة من الجلاش ونعمل التركاية بس بتاعة السمنة والقشطة. هنحطهم بنفس الطريقة وندهنها ونقفلها من غير حشوات. طبعا نقدر نقدمها كده مع عسل أو جبن، بجد بيبقى طعمها تحفة. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، أنا بتني الورقات وده اللي بيديني التوريقة بتاعة الفطيرة. بعد كده بحط كل اللفة بتاعتي من الجلاش زي ما انتوا شايفين معايا كده. وبعد كده بقى هبدأ بالحشوات بتاعتي. أول حاجة هعملها هنزل بالفلفل الألوان. أنا الحقيقة كنت عاملة مقدار وأنا بشتغل لقيته قليل فكملت. بننزل زي ما قلنا. وطبعا بقى تقدري في الحالة دي انك تحطي اي حشوات، يعني هنقول اي حشوات يكونوا الولاد بيحبوها هتقدري تعملي بيها الفطيرة بتاعتك. كمان لو عندك اي اكل بايت، بواقي من الاكل تقدري تستخدميه تعمليه كحشوات للفطيرة، مفيش فيها اي مشكلة، بالعكس هيديها طعم حلو قوي للفطيرة وتستفيدي لو عندك بواقي من الاكل. بعد كده بقى هنزل بالجبنة بتاعتي. ودايما الجبنة الرومي اما بتكون عندي في الفريزر شايلاها، يعني جايباها مبشورة عشان بشرها عشان الحشوات، او ساعات بيتبقى عندي كام قطعة جبنة كده الاقي نفسي مش هاكلهم فاشيلهم في الفريزر. بينفعوا طبعا في الاوقات اللي زي دي. طبعا تقدري بدل الجبنة الرومي تستخدمي اي نوع ميكس جبن يكونوا الولاد بيحبوه. وبعد كده بقى هنزل بالزيتون المخلي بتاعنا، اللي ممكن يكون زيتون أسمر أو أخضر مش مشكلة. بس عايزة أقول لكم على حاجة مهمة، دايما الزيتون بيبقى مملح، فيفضل إن احنا نغسل الزيتون بتاعنا ونصفيه أو حتى نعصره بإيدينا كده بعد ما نغسله علشان نقلل نسبة الملح. زي ما انتم شايفين الوصفة بتاعتنا ما فيهاش أي توابل، احنا معتمدين على طعم الجبنة والطعم الزيتون في الوصفة، فاحنا مش بنحط أي توابل فعشان ما تكونش مالحة قوي أو حادقة علينا الفطيرة. كده احنا خلصنا الفطيرة بتاعتنا أظن، ولا أسهل من كده. دلوقتي بقى هنقفل الفطيرة بنفس الطريقة، هنقفلها ورقة ورقة، وما بين كل ورقة والتانية بنحط الخليط بتاعنا اللي هو السمن والقشطة بندهن بيها. بتمنى حبايب قلبي إذا كنتوا وصلتوا معايا للجزء ده من الفيديو ما تبخلوش عليا بدعمكم. عايزة أعرف رأيكم في الكومنتات. كمان لو حابين تطلبوا مني أي وصفة ياريت تكتبولي في الكومنتات. طبعا بتمنى من قلبي اشتراككم في القناة عشان تكبروا عيلتنا. كده حبايب قلبي احنا قفلنا الفطيرة بتاعتنا. ودلوقتي هنجيب السكينة بقى ونعمل علامات في الفطيرة. انا ما بقطعهاش، يعني ما بنوصلش بالسكينة بتاعتنا للآخر، احنا بنعمل علامات بس كده.
ودلوقتي بقى هنروح نجيب البقية اللي فاضلة معانا، سواء من القشطة أو السمن. زي ما انتم شايفين باقي معانا حاجة بسيطة قوي. في الوقت ده بقى هننزل بمقدار من الحليب اللي مش هيزيد عن معلقتين كبار من الحليب، وبندوبهم مع بعض. وده بقى اللي هندهن بيه وش الفطيرة بتاعنا، وده اللي هيديها اللون القمر اللي هتشوفوه بعد كده. زي ما انتم شايفين احنا بنحاول ندوبهم، وهنبتدي ندهن وش الفطيرة بتاعتنا. طبعا حبايب قلبي الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 170. هي بتاخد حوالي تلت ساعة. كمان بنسيبها تحت الشواية من دقيقتين ل3، بس دايما بنبه لموضوع الشواية. احنا بندخل اي حاجة تحت الشواية، وبعد كده بنهدي الشواية بتاعتنا على اهدى حاجة. ده الخطوة دي مهمة جدا علشان تدينا اللون اللي احنا عايزينه، يعني نوصل لدرجة اللون اللي احنا حابينه اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. كده الفطيرة بتاعتنا القمر طلعت بجد. الريحة مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي. مش الريحة وبس، كمان الريحة وطعم الفطيرة بتاعتنا حلو قوي. ضروري ادوق كده، هتشوفوا معايا هي عاملة ازاي. بجد طعمها حلو قوي قوي قوي، ولونها كمان. هدوق منها حتة كده، بجد طعمها خرافة. ما خدتش مننا لا وقت ولا مجهود، والنتيجة زي ما قلت لكم مبهرة. بتمنى من قلبي انكم تجربوها. يا ريت اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، شير، اشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام.